انت بتعمل ايه يا عبقري زمانك انت؟ مش الراجل عيان. يا اخويا عيان. اديله الحقنه. الله يحرقك يا حقنة اللي هتديها له انت ليه؟ وانت تديها له ليه؟ هو قال لي انا اللي اديها له لما ارجع من الشغل يا اخويا. اشمعنى؟ عشان هو قال لي انا اديها له، انت مالك؟ انا عارف مكان. سلام يا اخويا، ما كل الناس عارفه مكاني. طب بص. هو اكيد. استنى بس. ليه؟ افهم. فهمني. انا اللي هديله الحقنه. تاني انت اللي هتديله الحقنه؟ لا مش هتديله الحقنه. طب انا عندي فكره. قول يا ابو العراف. احنا نعمل كيلو بام. ماشي. ما تخافش ما تخافش. ايه ده؟ طلعنا زي بعض يا اخويا. خلاص نديها له احنا الاثنين. تصدق اول مره تقول فكره حلوه. استنى، ده انت هتبقى زي الفل كده، يخف اسرع. ايه يلا بينا يلا بينا. يلا بينا. ما تخافش ما تخافش، انت هتبقى زي الفل. لف يا اخويا، لف لف لف، ربنا يكرمك. لف يلا. عظمه. بالشفي. ايه دي؟ اه انا افتكرت حاجه. حاجه الدكتور بعد ما كان يدي الحقنه طب ما يخبط مكان. ايه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ لا اخ، نسينا نعرفكم مين دول. دول بقى سمير وعلي، مصيبتين من مصايب الزمن. وطبعا عشان حد لازم يلبس المصايب دي، فكان معاهم ادهم اللي هو بالنسبه لهم مش ادهم خالص، وحيد. هما مسميينه كده. ما علينا، اشوفكم بقى في مصيبه جديده من مصايب سمير وعلي. سلام.